السلام عليكم اخوتي واخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله فيديو جديد وفيديو رائع ان شاء الله. غنحضر معاكم دجاجه معمره بالشعريه الصينيه مبخره في الكوكوط. طريقه والله الا رائعه تبارك الله غتعجبكم. دجاجه مبخره في الكوكوط رائعه تجي ومحمره في الفران. خليكم معايا باش تشوفوا طريقه التحضير والمقادير والتوابل وكيفاش غادي نطيبها، ولاصوص اللي غادي تحصلوا على واحد الدغميره تبارك الله مدغمره زوينه لذيذه بنينه شهوه منها. علاش هاد الدجاجه بحال هكا والخضيره ديالها مسوطيه وزويونه، ونحضروها حتى في المائده ديال الافطار ديال رمضان ان شاء الله. اقتراح زوين وغادي يعجبكم وصحي ولذيذ. وخليكم معايا ما تمشيو فين من البدايه حتى النهايه. والله يجازيكم بخير، ما تنساونيش في البصيمه واللايكات والبارطاج. هنا بسم الله على بركة الله. الأعشاب اللي تحبوا الثومه منسمات ديروهم، أي حاجة تتبغيوها ديروها. مهم غادي ندير معلقة، راس معلقة ديال الإبزار، راس معلقة ديال البابريكا ولا التحميرة، راس معلقة ديال الخرقوم. غادي ندير الثومه البنات، دير واحد 4 الفصوص ديال الثوم، ولكن هانتوما غادي نشرح لكم. غادي ندير الثوم، درت شويه الحار، واللي عنده المطارد يديرها، اللي عنده سميتها هذا سميتو الحامض مصير حتى هو. اللي عنده زيت صلصه الشوجه كما بغيت نقول لكم مشات ليا حتى هي يديرها. هنايا درت الحامض حامضه معصراها، خليت منها معلقه. درت سكينجبير البنات معلقه صغيره. المهم التوابل هما هادو البنات، اللي بغى يزيد ليا زير، واللي بغى يزيد الزعتر، اللي بغى يزيد عصير سيدنا موسى. المهم هادو هما التوابل. درت البنات زيت الزيتون، واحد نص كاس ديال زيت الزيتون، الملح. درت معلقه، انا ما بغاوش وليداتي السمن، درت معلقه ديال الزبده كبيره. ودرت الملح غير قليل حيت عندي الحامض مصير حتى هو يا البنات. هنا فين قلت لكم غادي ناخذ واحد 2 معالق غنحتفظ بهم ديال لاصوص. بعد ما درت لاصوص وقديته، خليكم معايا باش تعرفوا شنو دوك المعالقات اش غنصايب بهم. هنا الدجاجه عندي فيها كيلو ونص، كل واحد يدير على حسب الافراد اللي عنده. غادي ندخل فيها التوابل مزيان ونشرملها ونخليها على جنب. وغادوزو تشوفوا معايا المقايله اش غنوجد فيها ان شاء الله. هنا خديت المقايله ديالي، درت فيها معلقه ديال الزبده، درت فيها زيت الزيتون، غنزيد مع زيت الزيتون بحال هكا هي شي معلقه بحال هكاك. وغادي نزيد فيها البنات حبه ديال البصله مشلضه مزيان مضروبه في الهاشوار ولا مشلضه مزيان كما حبيتو الثوميه. وغادي نزيد فيها البنات كما قلت لكم واحد شويه الملح، ما نكثروش الملح. وغادي ناخذ من هذيك الصلصه، ناخذ منها شويه واحد المعلقه ونزيدها على الشعريه الصينيه. بعد ما درت واحد الحزيمه ديال الشعريه الصينيه اللي سلقتها وضربتها شويه، ما قطعتهاش بزاف باش تجينا هكا شعريه طويله في وسط الدجاجه وتجينا معلكه وزوينه. صافي البنات، وزدت شويه الحار غنخليها حتى تبرد. وزدت الزيتون، الزيتون كحل والزيتون خضر، اللي بغى يدير حتى الفطر معلب حتى هو يديرو حتى هو زوين. بعد ما بردات لي الحشوه غادي نعمر بها الدجاجه ديالتي مزيان البنات. هاد الدجاجه غطيب لكم في وقت قصير. انا بعدا كنا عجبتني على الفران، درتها في الطريقه ديال الكوكوط. راه حاطه لكم اللحم بخر في الكوكوط، حاطه لكم الدجاج بخر في الكوكوط، حاطه لكم الكفته بخره في الكوكوط. المهم قناتي عالم ام صفا غتلقاو كلشي الوصفات فيها بخرين في الكوكوط. هنا البنات زيروها مزيان. انا واخا درت العود تحلات ليا شويه، يمكن لكم تخيطوها حتى بالخيط مزيان البنات. انا المهم نصيحه خليتها لكم، خيطوها مزيان. صافي انايا صافي درت ليها غير داك العود تاع الشوا كوردون، سديتها به مزيان ولكن تحلات شويه معليش. المهم هانتوما شفتوها هي، شوفوا كيفاش تسد لكم مزيان. انا خيطتها به كاين طرطقات ليا واحد شويه غتشوفوها. صافي ها نتوما يا البنات، وواحد 2 حبات ديال البصله كبار مشلضين اللي غادي نفورهم نبخرهم معاها. خليكم معايا باش تشوفوا كل شيء.
صافي جبت الكوكوط ديالي ودرت فيها يا البنات البصله فرشها هي الاولى في التحت، وغنحط عليها الدجاجه واحد شويه الربيع ما درتوش البنات، نسيتو ديروا الربيع. انا دابا درتو في جيت القرجوطه ديالها دكيتو كامل مزيان. غنحط الدجاجه ديالي على الصدر ديالها، غادي ندير واحد نص كاس ديال الماء، نشلل به الطاوه ديالتي وغنخوي في الجوانب. ما ديروش الوسط، خويو في الجوانب البنات بحال هكا. وغادي نزيد عليها زيت الزيتون ولا زيت النباتيه اللي تتبغيو. الثومه جهد واحد 4 المعالق. وغادي البنات نسد عليها. سديت عليها البنات انايا لحقت الدجاجه صغيره، سديت عليها 30 دقيقه على عافيه مهيله، عافيه مهيله البنات. بدات تصفر وانا نقص البوطه وخليتها 30 دقيقه عافيه مهيله. بعد ما جبدتها دخلتها الفران تحمرات فيه. هنا المقله غندير معلقه ديال الزبده، وغندير واحد فصيص ديال الثومه اللي غنضربو بحال هكا مربعات باش يعطيني غير النكهه في الزيت. وغنزيد زيت الزيتون وغندير بروكولي البنات. بروكولي بعد ما كنت سالقاه نص سلقه تدخل في الطياب شويه، وغادي يكمل الطياب هنايا. غادي نحمرو كامل هنايا كله نصوطيه. وهذه اكله تبارك الله صحيه زوينه مع خضر مسلوقه ومصوطيه، والدجاجه هي مبخره صحيه غادا تنفعنا ومشبعه وزوينه. كما قلت لكم زوينه غزاله تبارك الله. حتى الطريقه اللي طايبه بها عافيه مهيله وطيبه وشاربه العطريه وشاربه كل شيء تجي زوينه. بعد ما صوتيت هذاك الشيء حيديته، غادي نصوتي خيزو حتى هو اللي سلقته، وغادي نقاد ليه حتى هو لاصوص ديالو، وغادي حتى هو نصوتيه ان شاء الله. وخيزو بهاد الصوتي اللي غنصوتيه يمكن لكم دائما ديروه تيجي زوين بالشرمل ومحمض، تيجي غزال تبارك الله، كيجي زويون حتى هو. هنا تاني نفس كل هذا، ولكن هذا مغير. درت الثومه، غادي ندير الزبده، غادي ندير الزيت، غادي ندير البنات معلقه ديال التحميره، راس معلقه ماشي معلقه، شويه الابزار. صافي هادشي اللي كاين. شويه الملح والربيع والحامض معصر واحد المعلقه. وغادي ندير البنات تشحر شويه تعطيني تشحر، نحس بديك الرويحه زوينه. ولوح الجزر اللي عندي دايره على شكل صبيعات، غنصوطيه حتى هو نديه ونجيبو تيجي محمض وزويون. وغندوزو للتقديم ان شاء الله باش تشوفوا طريقه التقديم ديال الدجاج. كل واحد تيقدم على حسب الشهوه ديالته وعلى حسب الديكور ديالو. هذا هو الشكل اللي بغيت نقول لكم وصلنا ليه ان شاء الله. صافي هنا البنات كلشي وجدته الحمد لله. غنوريكم دابا الدجاجه كيفاش جات ما شاء الله. بعد ما خرجتها من الكوكوط حيدتها درتها هنا في الطاوه، دهنتها بشويه زبده من الفوق ودخلتها طابت. هنا فين قلت لكم تحلت لي شويه الحشوه في الفران كتحمر، ما تحلتش في الكوكوط. هذه هي الشكل ديالها، تيجي رائع تبارك الله زويونه ما شاء الله. وهنايا البنات كما راكم شفت البروكولي قليت شويه الفريت للوليدات. وهانتوما تزيين كيبقى لكم نتوما الاختيار، قدموها كما حبيتوا. التومايه كنقول لكم ما تنساونيش مره اخرى من التعاليق واللايكات والبارطاج ومشاهده كامله. وما تبقاش عندكم الوصفه بارطاجيوها ان شاء الله مع العائله والاحباب باش كلشي يستافد منها. وعرفتوا داك لاصوص يا البنات اللي كان في الكوكوط جا معلك تبارك الله. حولته واحد الكاسرونه صغيره وعلقته مزيان وقدمناه في جبيبنات. واللي بغى يغمس فيه، واللي بغى ياكل على هذا الشكل ياكل. المهم تجي صحيه وزوينه وبالصحه والراحه. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى ومع اقتراح اخر وفيديو يكون تاني رائع ودائما فيه استفاده ان شاء الله. ودائما غتستافدوا معايا. نتمنى انا من الله نستافد معاكم بالدعم ديالكم بالتشجيعات ديالكم. شوفوا كيفاش تجي من الداخل، كتجي زوينه تبارك الله ما شاء الله. هانتوما كنقول لكم بالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وعواشر مبروكه. والله يدخل علينا وعليكم رمضان بالصحه والسلامه ويزيل عنا الهموم والرزق يا ربي وبالتيسير
والسلام لينا وليكم ولجميع المسلمين يا ربي، وبالسلام عليكم مرة أخرى.